تتوالى فضائح أمير المؤمنين محمد السادس وعلاقته المشبوهة مع الإخوة زعيتر الذين سيطروا عليه كما سيطروا على مقدرات الشعب المغربي. في هذا الصدد نشرت صحيفة الإيكونوميست البريطانية تقريراً خطيراً عرى تفاصيل مثيرة في العلاقة المشبوهة لمحمد السادس بالإخوة زعيتر والحياة الفاسدة لهذا الأخير. وأكد التقرير البريطاني أن إقامة محمد السادس المطولة خارج المملكة المغربية 5 أشهر في فرنسا وأقل منها في إفريقيا باتت مقلقة للنظام في وقت اقتصادي عصيب تمر به المملكة. ونقلت الإيكونوميست البريطانية عن أحد رجال حاشية الملك محمد السادس قوله أن هذا الأخير ليس مهتماً بالسلطة بل يسعى للسيطرة على حياته الخاصة فقط لتعويض طفولته وشبابه القاسي في ظل قساوة والده الحسن الثاني. وأبرز التقرير البريطاني أن لقاء محمد السادس بالإخوة زعيتر سنة 2018 كانت نقطة تحول كبرى في حياته الخاصة بعد أن أصبحوا أسرته الثانية، وأصبحت علاقة الملك بالإخوة زعيتر المقيمين بألمانيا والصلاحيات الممنوحة لهم تثير قلق المخزن، حيث أصبح الإخوة زعيتر يرافقون الملك في رحلاته وحياته، كما حصلوا على منازل وشركات في المملكة ولديهم تفويض مطلق باستخدام القصر الملكي. ويتحكم الإخوة زعيتر بمن فيهم الأخ الأكبر الذي يحوز سجلاً إجرامياً وسبق له قضاء 2 في السجن، كما يمكنهم التحدث نيابة عن الملك الذي خول لهم ذلك. كما خلفت علاقته المشبوهة بالإخوة زعيتر حالة من عدم الثقة بين نظام المخزن وأمير المؤمنين.